السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. نفس عليك حبيبي يا رسول الله. هنسمي الله كده يا جماعة، وهنبدأ كده مع بعض اللهم صل على النبي. كباب الحلة. فكباب الحلة ده يا جماعة، اللهم صل على النبي. يعني عشان نعمل لايكات، يعني انا مكلفه نفسي ومستلفه الكيلو اللحمه ده. على ما تعملوا لايكات، لو صاحبته اللي مسلفهولي لقت لايكات كتير هتسيبهولي، مش هتاخده تاني. لو ما لقتش لايكات كتير هتاخده تاني. فما تخلونيش بقى اكلف نفسي واغرم نفسي. واولا كده قبل ما تنسوا اعملوا لايكات، واللي ما اشتركش في قناه تيتا اميمه الجميله الصغننه دي يعمل ويكبرها كده بنفسه كده وبايديه الحلوه دي. اللهم صل على النبي. فمعانا قرنين 2 فلفل، 3 بصلات، 3 طماطمات. اللي عايز يحط جزر يحط، اللي مش عايز هي جزريه واحده اهي حوالي على 100 جرام. اللي حابب يحط يحط، اللي مش حابب ما يحطش يا جماعه. انا هحطها تدي لون كده يعني ايه، وطعم جميل وقيمه غذائيه برده. وفي الاول كده انا حاطه معلقه سمنه في الطاسه اللي هعمل فيها او الحله او في اي حاجه انتوا هتعملوا فيها. حاطه معلقه سمنه بلدي، بدال ما احط 3 4 سمنه او نباتين او زيت، هي معلقه واحده سمنه بلدي. ولو اللحمه فيها سمين زي دي كده ما بتكترش بقى السمنه. ودلوقتي انا هحط الفلفل الاسود مع اللحمه وهي بتتشوح، بتتحمر مش بتتشوح. وبعد كده بقى انا هوريكم التوابل وانا بحطها، لان التوابل كتير وانا بحطها حاجه بحاجه كده هوريها لكم. هنسمي الله ونحط اللحمه على البوتاجاز مع بعض كده. انا ما حطيتش في السمنه، هي معلقه سمنه بلدي، ما حطيتش فيها الا فصين مستكه وفصين حبهان. والتوابل بقى واحده بواحده كده للاخر. في توابل مش عايزه احطها زي كده بقى الصيني، زي بهارات اللحمه مش عايزه احطها للاخر خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ريحتها تفضل فيها. اللي عايز يقطع قطعه اللحمه ديت 2 أو 3 يقطعها. انا مخليها كده وسط، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. في ناس بتقطعها صغيره جدا قد دي او دي مرتين. فكده كويس، لان احنا هناكلها برز مش بعيش. لو هتاكلها بعيش بتقطعها قطع صغيره بقى خالص، عشان تبقى القطعه كده على اللقمه على طول. هنعلي البوتاجاز ما نسيبوش واطي، علشان اللحمه ما تنزلش ميه، تبقى ناشفه كده وما فيهاش صوص كتير يعني. هي معلقه الفلفل الاسود بس اللي انا هحطها، وفص توم. بعد كده احنا مع بعض اهو، هقول لكم انا بحط ايه. الثوم اللي انا مفرزاه حوالي فصين بس كده يا جماعه، حاجه تدي ريحه حلوه كده للحمه وهي بتتشوي. مش عايزه اقلبها دلوقتي، ممكن برضو تتقلب دلوقتي اهي، عشان ما تنزلش ميتها. وما حطيتش عليها الملح برضو دلوقتي علشان ما تنزلش ميتها. واحده بواحده احنا مع بعض اهو. هظبط الرز بتاعي الاول كده، انا حطاه على البوتاجاز عشان نتغدى في ميعادنا، الفيديو ما ياخرناش عن غدانا، لان انا بطبخ كده للغدا في ميعاد غدانا، فبصور بالمره 2 في 1 كده يا جماعه. هنستلف حبه جزر من اللي انا بشراه، احطهم على الرز. استلفت حبه بشر الجزر ومعلقتين طماطم مبشوره، او معلقه واحده كفايه. دي له الرز المكرمل يا جماعه، ماليش دعوه بكباب الحل. الملح بتاع الرز وحبه قرفه للرز، عود واحد قرفه، وحبه بهارات لحمه، وطبعا انا حاطه فيها سكر مكرملات
في رز مكرملات وسكر، وحطيت بصله، وطبعا غلي اهو، وفي ملح وبهاراته. هحط حبه اللهم صل على النبي كاري. حبه كاري كده بالرز. دي كله اللحمه على البوتاجاز. في ملح وسلته وتحت كده. اللي نازله هذه السمنه البلدي ما فيهاش اي ميه خالص نازله منها، ناشفه خالص اهي. هننزل بالبصله. عود القرفه حاجه بس ايه تطلع ريحه كده من اللحمه وهي بتتشوح. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ناس بيحطوا معاها بطاطس يا جماعه، بس انا مش حابه احط بطاطس. الجزره الجميله ديت بتدي طعم جميل وقيمه غذائيه عاليه جدا. والفلفل بقى اللي حابب يحط فلفل حراق بيخليها جميله. فاحنا عندنا هنا الحاج هو اللي ما بيحبش الحراق وانا بحبه، فنعمل اللي هو بيحبه، مش مهم اللي انا بحبه. المفروض يعني ايه نخليها وسط، فعلى حسب رغبتكم يا جماعه. الفلفل الرومي زي دلوقتي ناشفه ازاي، وما تغطيهاش طول ما انت لسه بتحطي حاجتها، ما تغطيهاش. تغطيها امتى بقى؟ لما احط الطماطميه والطماطميه تنشف، الطماطميه تنزل ميتها وتشربها، بعد كده ابدا اغطي عليها. لو اللحمه استوت هنقول كويس قوي، لو ما كانش استوت هنزودها ميه بقى ايه معلقتين بمعلقتين ونغطي عليها. فانا هستنى لما الطماطم ديت لو نزلت ميه تشربها تاني، وبعد كده اغطي عليها. في الاخر خالص بقى نحط التوابل سوا. هي طبعا ريحتها خطيره، بس انا عاوزه احط الكبابه الصيني وبهارات اللحمه والملح في الاخر. لغايه دلوقتي انا معليه عليها. كده بقى مع نفسها هتنزل ميتها. بعدين ازودها معلقتين بمعلقتين، وبعدين ازود لها الملح واحنا مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله. لغايه دلوقتي طبعا ما حطيناش الملح ولا حطينا التوابل الا الفلفل الاسود وعود القرفه
والمستكه والحبهان. هنبدا بقى ايه بالكبار الصيني والملح يا جماعه، اللهم صل على النبي، والبهارات السماق وبهارات اللحمه، واللهم صل على النبي. معانا بابريكا حبات صغيرين كده، يعني ايه مش لازم نملى المعلقه يعني. وشويه كاري، اللي حابب يحط كاري، حابب مش حابب ما يحطش، ده اختياري. انا بحب الكاري جدا، هو والكركم في كل حاجه. وجنزبيل مفروم، واللي عنده قصدي بودر، واللي عنده جنزبيل فريش بيبقى خطير، بيبقى جميل وريقي جري خالص يعني. ساعة ما بشم الريحة الجميلة دي ريقي بيجري على طول. وطبعا جميلة خالص اهي، علشان نعمل لايكات كتيرة، علشان صاحبة اللحمة اللي مسلفة لها صورها ما تجيش تاخدها بقى ايه مطبوخة جاهزة. فاحنا كده ايه ساكنين فيها بالأجرة علشان تعملوا لايكات جميلة كده. ده كده بقى ما عدتش هستلف لحمة تاني ما شاء الله. هنطفي بقى عليها يا جماعة ونغرف كده وندوق. اهم حاجة ان انا هدوق. بسم الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تعالي هنا نفتحها فين وهتجري قطعة كبيرة أوي يا جماعة بقى، معلش احنا اسفين. انا كده شايفين الصوص ده هتاكلوه وتسيبوا اللحم. فنتفضل بقى كده نجربها. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوها هتحبوها، جميلة جدا. واعملوا الرز ده جنبها، واللي حابب يعمل رز ابيض جنبها مش لازم يضيع وقت. هو ما ضيعش وقت وانا واقفه بعمل اللحمه، عملت الرز وما خدش وقت خالص يعني. دي ما جنب دي مكرمله السكر، وحطيت البصله، وطبعا معلقه سمنه، وقرن فلفل اخضر، وجزريه مبشوره، وطماطميه مبشوره، وبالهنا والشفا. جميل جدا وريحته خطيره. والتوابل حطيتها فيه زي ما حطيت في كباب الحله، حطيت فيه وخطير. الطعمه دي بألف هنا، جربوها تحبوها. وفي ناس بتحط فيها بطاطايه تبقى جميله جدا برضه. ويا رب كده الفيديو يكون خفيف على قلبكم. ونجربتوا طريقتي، هي طرق كتير، وناس بتحط توابل كتير، وناس بتحط توابل بسيطه، وكل واحد له طريقه. وجربوا طريقتي كده، لو عجبتكم قولوا لي في الكومنتات، واقول لكم السلام عليكم.